والله يا جماعة الوضع على السوشيال ميديا صاير فوضى من الآخر، والكل عم يهاجم الحكومة السورية الجديدة، وناس عم تشتغل ليل نهار لتظهر فشل هالدولة في تأمين الأمن والاستقرار وحماية هالناس. قصص وإشاعات وتسجيلات، بعضها حقيقي وبعضها مفبرك، عم تطلع يوميا بدون أي رقابة. منشورات من ناس عايشين خارج هالبلد ومنهم عايشين داخل هالبلد، ومن داخل غرف نومهم عم يعملوا ترندات ومو سائلين على البلد ولا حتى على اللي عايش فيه. هدفهم الفوضى وتأجيج الفتن بين الناس. خلونا نحكي بكل صراحة، الدولة اليوم لساتها ضعيفة، وهذا مو سر. نحن عم نحكي عن حكومة عمرها 7 أو 8 شهور لسه ما لحقت تلقط أنفاسها، وكل يوم بتواجه تحديات جديدة وخصوم كثر، منهم داخليا ومنهم من الخارج، واللي عم نطالعه من الباب عم يرجع ينط علينا من الشباك. صحيح الحكومة مقصرة وخصوصا بملف الأمن، وما عم تعرف تتعامل لا مع الوقائع على الأرض ولا حتى مع الحملات الإعلامية. السوشيال ميديا اليوم عم يحلل ويفسر ويصدر أحكام وبراهين وبدون أي أدلة، وشوي ثاني رح ياخذ مكان وزارة الإعلام. الحكومة مسؤولة ومطلوب منها أنه تتحمل مسؤولياتها، وكل من يعبث بأمن الناس لازم يتحاسب، وكل وزير وكل مسؤول لازم يعرف أنه هو مسؤول أمام الناس عن كل تجاوز أو تقصير بحق أي مواطن سوري. وزارة الداخلية والدفاع صار لازم ضروري تعيدوا النظر بطريقة تعيين الضباط، وخاصة يلي عندهم تعامل مباشر واحتكاك مع الناس. بدنا ضباط عندهم وعي وذكاء وحس بالمسؤولية، ناس بتعرف تحكي وتتكلم مع المواطن أو اللي حتى جاي سياحة، وتتصرف بهدوء وحكمة وروية، وتفهم إنه هي واجهة البلد مو مجرد سلطة. وسلام.